كانت حكايه سودة. بدايتي ان انا كنت بقف اساعد جوزي، بنزل معاه كده العصريه اساعده، اعمل له حبه السلطه، اشوفه وهو بيعمل حبه السلطه. فمره على مره كده اتعلمت منه، بشوفه بيصبع الكفته ازاي وبيعمل الحواوشي ازاي وبيعمل الفراخ ازاي، فاتعلمت منه. فقال لك التلميذ فوق استاذه، فساب لي الدنيا كلها وانا بقى اعتمد عليا وعلى ربنا. بيقف معايا، بينزل معايا، حرام بينزل معايا بالصبح لغايه بالليل ونشطب سوا. بس النهارده عندي ظروف وكده، في ظروف، فعشان كده هو مش موجود. الزمن ده زمن صعب، لازم تتكاتفوا ولازم ايدينا نبقى بايد بعض. اصل مؤاخذه لو خد مرتب مثلا 3000 جنيه هيعيش بيه ولا هيدفع ايجار ولا هيعمل ايه بيه؟ 3000 جنيه دلوقتي ما يعيشوش. الست اللي بتقف جنب جوزها دي وتعيل بيتها وتعيل اسرتها دي تعمل لها الف فخر. لا، ايه نظره المجتمع؟ هو المجتمع هيديكي ايه؟ هي الناس هتديكي ايه؟ ما تنزلي تشوفي حياتك وتنزلي تشوفي شغلك. هو انت هتفضلي ورا كلام الناس؟ كلام الناس ده ولا هيقدم ولا يأخر. انزلي واشتغلي واعتمدي على نفسك. بنصحهم ان هو يعيشوا حياتهم بس ما يعيشوهاش بالغلط، ينزلوا يشتغلوا. مفيش حاجه اسمها بقى قاعده في البيت، الدنيا ساقعه، الدنيا حر. انزلي، ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. عمر ما هيجي لي الجنيه وانت قاعده في بيتك. اللي نزلني ان انا اصرف على عيالي. انا معايا 5 عيال، مش هقضيهم كل يوم ب 30 جنيه عيش حياه. فتاكل هنا يا باشا. بتمنى ربنا يسعدهم وسند لجوازتهم وسند ليا في الدنيا وفي الاخره. بتحايل عليهم ينزلوا ويقفوا ويساعدوني، بس هم لا، يقول لك لا احنا ما نقفش في الشارع. انا ما فيهاش حاجه اما اقف في الشارع، ما دام انا بساعد امي الناس تحترمني، صح ولا لا؟ عندي حواوشي وعندي كفته وعندي فراخ وعندي سجق وعندي كباب، كل ما هو شوي. اسعاري في متناول الجميع. رغيف الحواوشي ده ب 25 جنيه، سندوتش الكفته خصم خاص للاستاذ عدنان للناس اللي جايين لي من المقطم ب 20 جنيه، كيلو السجق ب 200 جنيه، كيلو الكفته ب 200 جنيه، الفرخه ب 200 جنيه، كيلو الكباب ب 400 جنيه، كيلو الطرب ب 250 جنيه. نفسي ربنا يكرمني بيت حلو، مش اكتر من كده. والمحل هيجيب لي شقه وهيجيب لي كل اللي نفسي فيه ان شاء الله. هعمل مضيفه للناس الغلابه واذبح كل اسبوع عجل واكله للناس الغلابه. يعني انت ما معكش فلوس وعايز سندوتش مش هديك؟ هديك طبعا، لان انا معايا زيك. يمكن انت ما معكش فلوس وجاي تقول لي اعملي لي سندوتش. فاللي بيراضي الناس ربنا بيراضيه. بتتعوض من ناحيه ثانيه. التجاره مع ربنا حلوه، مفيش حاجه اسمها لا انت معاك فلوس مش هتاكل او ما معكش فلوس مش هتاكل، كلها سواسيه. والله بقول اللي معاه ياكل واللي ما معهوش برضه هياكل. وهي يافطه اهي محطوطه علني، انا ما بكذبش والله يا جماعه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، مهما عملت عمرك ما هتقطع رزق حد. كل اللي قال كلمه حلوه في حقي هتقعد له ان شاء الله.